السلام عليكم، ازيكم؟ هتكلم الليلة عن برنامج المال في حياتي، وعايز اشرح ليكي هو البرنامج ده مهم ليه ومفيد ليه، وقبل ما ومفيد لمنه برضو. قبل ما اشرح الحاجات دي عايز احكي قصة حصلت امبارح، قصة لطيفة شديد. امبارح انا بتونس مع واحد من اعز صحباتي واجملهم واصدقهم واقربهم لقلبي يعني. بتونس معاه ونسة طويلة، واصلا احنا بنتونس ونسة طويلة جدا يعني، وفي مواضيع تانية خالص. وهي صاحبتي دي ما عندها علاقة باللي أنا بقدمه في شغلي يعني كدورات أو مفاهيم أو كده، ما عندها علاقة به. فبتقول لي شغلك ده خليه بعيد وخلينا إحنا نتونس في جوانب تانية، لكن أنا مفاهيمي وأفكاري بسربها ليها وبديها ليها في شكل الونس اللي إحنا بنتونسها يعني. أنا ما بنفصل من أفكاري ولا من وجهة نظري. لكن ما حصل دخلت معي دورة، ما حصل اهتمت تعرف حتى أنا بقرأ في شنو أو بقول في شنو الكلام ده كله، أو هي بتقول لي كده حسب هي بتقول لي أنا ما بهتم يعني، وانا فاهمه كده عنها تمام. فامبارح بنتونس قامت عبرت لي تعبير غريب، قلت لي انا عايزه اشتغل وعشان اكسب او عشان القى استقلالي المادي واشعر انه انا بقدر اعمل حاجه. قلت لها خلاص ادخلي معانا برنامج المال في حياتي بتلقائيه كده. قلت لها البرنامج ده انا اطلقته خلاص، قلت لها حيبدا الاسبوع الجاي ادخلي معانا. فقالت لي حاستفيد شنو؟ بصراحه السؤال صدمني وادهشني وغير لي المود بتاعي، لدرجه انه انا حتى ونستي معاها تاني بقت ما نفس بتونس معاها بنص قلب كده، ما معاها بكل تركيزي. بفكر في السؤال، بفكر في طاقه السؤال اللي هي سالتني بيه، وبفكر في احساسها وشعورها. واول مره على فكره هي تسالني سؤال بالشكل ده يعني. انا صدمت من انه هي جاهزه. انا سالتني انا هستفيد شنو؟ ما قالت لي زي كل ما مره مثلا بتقول لي سيبك يا نسرين يا اخي انا ما زول اللي بفهم الحاجات دي، او سيبك يا نسرين انا ما انا طالبه مشاغبه ساكت، او انا ما حينفع اكون طالبه عندك، او زي كل الكلام اللي كان بتقول عن نفسها قبل كده. انا حسيت بان هي صادقه وان هي جاهزه الان انها تستقبل معي او تستقبل عبري يعني. ف قمت قلت خلاص انا هعمل الفيديو ده. طبعا لكن حيكون في تحدي اكبر بالنسبه لي، لانه انا هنا مطالبه انه انا اقنعها هي. أي نعم هي جاهزة، لكن المسؤولية بتاعتي تجاهها هي كصديقة قريبة لي تخليني وزي ما قلت لكم هي عندها آراء في المواضيع دي، وما تحب تدخل وما تحب تلتزم والكلام ده كله. فبخليني شوية مسؤولة أكتر في إنه أنا أقدر أوصل الرسالة، أوصل المعنى بشكل أبسط وشكل يكون واضح يعني. طيب صاحبتي عايزة تدخل الكورس ليه؟ تدخل البرنامج ليه؟ او هي محتاجه ليه وهي محتاجه ليه وهي عايزه تدخله ليه. هي طبعا ما عارفه عايزه تدخله ليه، لان اصلا هي ما عارفه هو بيقدم شنو. تمام. لكن هي زيها كتار في سيدات. انا هوصف لكم الحاله اللي هي فيها. قاريه جامعه كويسه جدا، قاريه كليه كويسه جدا، ما اشتغلت نهائي، تزوجت وانشغلت ببيتها واطفالها وزوجها، بقت قاعده قصادهم. مر الزمن، العيال كبرت، بقوا ما محتاجين لها بنفس القدر الزمان. حست فجأة إنه هي وين هي؟ أنا وين؟ جاها السؤال ده، أنا وين من الناس دي كلها؟ أنا وين في الحياة؟ أنا وين بصمتي؟ أنا وين استقلالي؟ أنا وين إمكانياتي؟ كل الأسئلة دي جاتها، وأنا خلي دي أسئلة مشروعة لينا كلنا، رجال أو نساء، لكن أنا طبعا هنا بتكلم عن النساء. تمام. ده سؤال مشروع جدا، وبالذات في الوضع اللي هي فيه. فهي حاليا بتفتش على شغل عشان تلقى ذاتها يعني. هي بتقول انا عايزه قروش، عايزه مرتب، لكن هي ما عايزه قروش، عايزه مرتب. هي عايزه تلقى في الاول ذاتها، لانها ممكن تلقى قروش ومرتب من شغل اصلا ما ينفع معاها، ما يشبهها، ما تحس فيه انها هي حره وانها هي مستقله وانها هي ولا اي حاجه. او حتى ما تحس ان هي بتأدي في شغل. ما هو زول عايز يشتغل عشان يقدم حاجه مهمه مفيده، اقصد يقدم حاجه مفيده وترجع له عوائد ماديه واحترام وتقدير وشغل تاني ازيد وتاني يشتغل وهكذا. صح؟ خلي كلنا في الحته دي يعني فاهمينها افتكر يعني، او مؤمنين عليها جماعه كلنا، انه الشغل هو كده اصلا، تقدم خير ومنفعه لجهه معينه ما ويدوك مقابله وتستمر الشغلانيه دي، استمر تقديمك للخير، تقديمك للنفع يعني. صاحبتي عايزه تصل للحته دي. هل البرنامج بوصل للحته دي؟ ايوه بوصل للحته دي. انا لو تسمعيني الان بوصلك للحته دي. بوصلك كيف؟ البرنامج ده هو عباره عن شنو؟ البرنامج ده عباره عن 6 محاور، كل محور حنشتغلوا في اسبوع. فيه تمارين، فيه مفاهيم، فيه قصص تتحكي. تمام.
نماذج يعني أمثلة أو نماذج. طيب البرنامج ده الستة محاور دي أو 6 خطوات دي هي خطوات بسيطة في نفس الوقت عميقة. تمام؟ عميقة وبسيطة وبتوصلك لأدوات مرنة بتعرفي تستخدميها. مرنة بمعنى إنه يعني أنت نفسك لو عدت البرنامج ده مع نفسك تاني بعد 2 أو 3 شهور تلقي إنه في أدوات تاني جديدة بنفس الأدوات دي أو نفس الكلام اللي تكلمنا عنه في نفس البرنامج، لكن اتفعلت جواكي أدوات تانية أعمق شوية، يعني أو الأداة نفسها فعلتيها بشكل أعمق. تمام؟ الأدوات دي بقدر ما هي مرنة بقدر ما هي يعني قوية ومؤثرة جدا، بتأثر عليكي، تستخدميها انت في حياتك عشان تأثر عليكي في حياتك، عشان تعرفي انت امكانياتك الكامنة. امكانيات دي قاعدة جوانا عاملة زي الجمرة الفوق لها رماد، محتاجة بس تعملها كده الجمرة دي تشتغل وتولع وتشتغل شغلها. امكانياتك الكامنة جواكي هي عايزة بس كده. البرنامج ده بوصلك للحتة دي في بيئة آمنة وفي بطريقة سلسة وبطريقة مرنة بتصلي وببساطة. زي ما قلت لكم أهم حاجة في البرنامج إنه هو بسيط وعميق. بتطلعي من ستيب لستيب، من خطوة لخطوة. في نهاية البرنامج بتصلي لأنه أنت تعرفي تتعاملي مع ذاتك وتعرفي إمكانياتك الكاملة وكيف تحركيها وكيف تستفيدي منها وكيف تتواصلي مع المصدر الجواكي، مصدر الإبداع والإلهام. أتمنى إنه كلامي يكون خفيف عليكم وخفيف عليك أنت بالذات يا صاحبتي، وأي واحدة فيكم سمعت الفيديو ده ما سمعته صدفة أبدا. إذا أنت كلامي ده حركك وحسيتي إنك أنت عايزة تدخلي معنا البرنامج ده ومستعدة إنك تغوصي في أعماقك عبر 6 أسابيع، عبر حاجات بسيطة ورقيقة وبتشبهك، اتواصلي معي طوالي مباشرة، وبإذن الله تعالى تكوني معنا في المجموعة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله.